ما تخليش واحد يكره فكرة الجواز والعيال والخلفة بسببك وبسبب ابنك. في ايه يا عم؟ انا عملت ايه؟ انا والواد حموك شابني اللي قاعد جوه ده. صدقني بيوت الناس مش مغاغة، واسف في اللفظ برضو مش زريبة. علشان انت تروح انت وزوجتك واولادك عند حد زيارة وابنك قاعد بيكسر في الحاجة ومبهدل الناس وهم مش طايقينه ومبهدل البيت كله، ده مش ادب، ده كده مش صح. وانت بمنتهى السذاجة تقول لهم سيبوا الواد يلعب، وزوجتك بمنتهى البرود تقول لهم ده طفل هنعمل له ايه؟ جماعة انتوا فاهمين الموضوع غلط. الطفل ده بيخش في مراحل تربية عشان يتأدب ويعرف ايه الصح وايه الغلط. الطفل دوت المفروض نوعيه عشان نقول له ده يا حبيبي عيب، ما ينفعش، دوت ينفع، ده انت كده بتأذي حد، انت كده حد بيتأفف منك او متضايق منك او مش طايقك ولا طايق وجودك ولا طايق باباك ولا طايق مامتك. ما ينفعش. في ادب في التعامل وفي ادب في الزيارات وفي ادب للاطفال. ما يبقاش انت رايح زياره لحد مثلا لسه بيتجوز تكرهه في فكره الخلفه وتكرهه في فكره الجواز وتكرهه في فكره العيال اصلا بسبب ابنك. حبيبي في ادب للتعامل مع الاطفال، في ادب بنديه اصلا للاطفال عشان يفهموا المفروض يتعاملوا ازاي. في ادب في المسجد، في ادب في البيت، في ادب في الزيارات الخارجيه. المفروض ده كله حضرتك تقوله لابنك، وكل ده في الاخر هيجي على دماغك انت وبس كده. ولو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.